صباح الخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الشوريك أو البريوش بالسكر، من أجمل وأحلى المعجنات اللي بحبها جدا، وانتوا كمان هتحبوها قوي لو عملتوها بنفس الطريقة دي. عجينة هشة وطرية جدا زي القطنة، طعمها وريحتها في منتهى الجمال. مش شرط خالص علشان تعملي بريوش لازم يكون فيه زبدة. النهاردة بشوية تريكات بسيطة تقدري تعمليها بأي مادة دهنية موجودة عندك، وهتاكلي أجمل وأحلى لقمة معجنات في الدنيا. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا على طول. وحابة أطلب منك تشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد وانتي في مكانك. في البداية كده بحضر معايا بولة وانزل فيها كده بربع كوباية مية دافية. هنزل كمان عليها بمعلقة كده مش مليانة قوي من السكر. هنزل كمان عليها بباكت كده إلا شوية بسيطة خالص من الخميرة. تقدري لو هتعايري بالمعلقة مقدار معلقة كده كبيرة خميرة. هدوبهم كويس جدا مع بعض واسيب كده الخميرة حوالي 5 دقايق تنشط كده وتتفاعل. بعد كده هبدأ انزل عليها ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، يعني طلعيها كده من التلاجة قبل ما تشتغلي في البريوش بحوالي ربع ساعة. وبيضة طبعا يعني فانيليا نزلت كده عليها بظرف من الفانيليا. هنزل كمان عليهم بنص كوباية من السكر البودرة. وعشان اطعم العجينة بتاعتي كده واخلي العجينة طعمها حلو وغني كده هنزل بمعلقتين كبار من اللبن البودرة. لو مش موجود عندك تقدري تستغني عنه عادي خالص. نزلت كمان بنص كوباية لبن دافي. هدوب المكونات كويس جدا مع بعضها لغاية ما اتأكد ان كل حاجة اختلطت كويس جدا مع بعضيها. وبكده اكون حضرت المواد السائلة. هسيبهم كده على جنب على ما احضر المواد الجافة، ومعايا هنا نص كيلو دقيق. لو هتعيري بالكوباية حوالي بالظبط 4 كوبايات من الدقيق، ولازم تستخدمي نوع دقيق يكون كويس جدا بتاع معجنات كده ومخبوزات. هنزل عليهم كده بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنزل عليهم كده برشة ملح بسيطة خالص. رشة الملح دي بتعدل لي كده الطعم وبتخلي الطعم مظبوط. هقلب المواد الجافة تقليبة كده كويسة مع بعضها، ويكون معايا كده جنبي على جنب كده حوالي نص كوباية من الدقيق، بحيث لو العجينة احتاجت مني شوية دقيق اضيف لها بكل سهولة. هسمي بالله وابدأ انزل كده بالدقيق كله مرة واحدة على الخليط السائل، وبالسباتيولا كده هبدأ اقلب في البداية. وبعد كده هبدأ بقى بإيدي كده أبدأ أعجن العجينة كويس جدا. طبعا لو هتشتغلي في عجان فنفس الخطوات اللي عملناها دي هتعمليها في العجان. زي ما لاحظت هنا ان العجينه كانت سايله معايا خالص، ضفت لها كده حوالي ربع كوبايه من الدقيق، وبدات ان انا الم العجينه لقيتها برضو محتاجه شويه كده كمان من الدقيق. فضفت لها كمان كده حوالي ربع كوبايه من الدقيق تاني، وبدات الم في العجينه. ما شاء الله ما احتجتش ان انا اضيف اي دقيق تاني، العجينه اتلمت معايا خالص. وعجينه البريوش بتكون كده طريه وشبه كده بتلزق بس خفيف خالص. العجينة المظبوطة هتلاقيها معاكي بتلم كل اللي في البولة، وبتلاقي كده البولة معاكي نظيفة وزي الفل. طبعا علشان اتحكم في العجن كويس جدا هاخدها بقى كده على الرخامة واعجنها عجنة كويسة جدا، لغاية ما تحسي كده ان ملمس العجينة معاكي بقى ناعم وزي الحرير كده بالظبط. في الوقت ده هبدأ أضيف المادة الدهنية. تقدري تضيفي سمنة لو موجود عندك، زيت أو زبدة اللي موجود عندك. هنا كان أنا ضفت كده تلت كوباية من الزبدة على الزيت. عايزة أقولك إن الزبدة بتديها طعم وطراوة في منتهى الجمال. مش شرط ان انت تضيفي الكمية كلها زبدة. تقدري تضيفيها زبدة على زيت، بتخلي كده اللقمة معاكي حلوة قوي. طبعا هضيف المادة الدهنية زي ما شفتي كده تدريجيا، يعني على مرتين او على 3 مرات. في البداية هتلاقي العجين كده شبه بيتقطع معاكي. استمري كده في العجن بتاعها لغاية ما هتلاقي قوام العجينة اتظبط ورجع كده زي بالظبط زي ما كان الاول.
وخدي بالك تركية المادة الدهنية بنحطها في الآخر خالص، بتبرز كده، بتخلي طعم اللقمة معاكي حلو جدا، بتبان كده فيها سواء السمنة أو الزبدة اللي انتي حطاها في اللقمة، بتبان الطعم فيها قوي. طبعا خلاف ما تحطيها في البداية خالص. لميت بقى العجينة بتاعتي، ما شاء الله العجينة ناعمة زي الحرير، طرية جدا. بصي زي ما انت شايفة بتمط كده زي اللبانة. امشي على المقادير دي بالظبط، هتلاقي العجينة معاكي ناجحة ومظبوطة من اول مرة، حتى لو انتي اول مرة تعمليه. هرجع بقى العجينة كده تاني في البولة، واغطيها واسيبها كده حوالي نص ساعة لو في الصيف تخمر. وطبعا لو في الشتاء مدة التخمير بتزيد، هتلاقي كده حوالي مثلا ساعة، وهتلاقيها معاكي خمرت وبقت بالجمال والحلاوة اللي انت شايفاها قدامك دي. هنا بالظبط كده بعد ما عدى عليها حوالي نص ساعة، لان كان الجو حر خالص، فما شاء الله خمرت معايا على طول. هبدأ افضيها بقى كده قدامي على الرخامة، واقسمها بقى كده لكور متوسطة حجم كده، الكورة فيهم هيكون حجم البيضة كده الكبيرة، او حجم كده اليوستفندية. الحجم ده بيكون حلو جدا، يعني القرصة بيكون معاكي حجمها لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، بتكون متوسطة كده وحلوة. بقسم العجينة بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده، بحاول كده ان ايدي تكون ميزان، يعني كل الكور تكون قد بعضها. بقفل كده العجينة تقفيلة كويسة، ولو في اي زيادات طبعا بشيلها بكل سهولة بالشكل ده كده. هقطع بقى كده كل كمية العجين اللي موجودة معايا. عايزة اقولك نص كيلو دقيق بيعمل معاكي كمية بريوش كبيرة جدا، يعني حوالي كده من 13 ل 14 واحدة من البريوش. ما شاء الله العجينة خطيرة في ايدي. بعد ما قطعت كده الكمية كلها، بغطيها كده بالاسترتش او بالكيس البلاستيك، واسيبها ترتاح بس كده حوالي 5 دقايق، بحيث لما اجي اشتغل كده في العجينة تكون سلسة كده معايا، ما تلاقيش العجينة كده بتكش وبتلم منك خالص، لا. بعد كده هبدأ اخد اول واحدة انا بدأت بتشكيلها، والفها على شكل رول كده على الرخامة، بس رول يكون طويل كده شوية. بكون محضرة بقى كده جنبي الصواني بتاعتي اللي هرص فيها البريوش، بتكون ممسوحة كده مسحة زيت خفيفة خالص. بعد ما بلف بقى كده الرول الطويل ده، ببدأ أول طرف كده الرول بلفه لفتين تلاتة بالشكل ده كده، وبعد كده بتتلف بقى معاكي بكل سهولة خالص بالشكل ده كده. طرف العجينة بتك عليه، بضغط عليه، وبعد كده بحطه من تحت العجينة. هنعمل واحدة تانية مع بعض. بفرد كده العجينة، وبعد كده ببرمها كده وبلفها. البرمة دي واللفة دي بتعمل كده طبقات في البريوش، بتكون البريوشة معاكي مورقة وحلوة جدا. وببدأ ان انا ابرمها كده والفها رول طويل شوية. وطرف الرول ببدأ الفه لفتين تلاتة في الاول كده، وبعد كده بتتلف معاكي بكل سهولة. لفيها بقى كده داير داير كده حوالين العجينة، وطرف العجينة بتضغطي عليه وبتحطيه من تحت كده العجينة، وخلاص على كده. بصراحة ده أجمل شكل للبريوش، أنا بحبه. بحس الشكل ده بيبقى شكله كده جميل، بعد ما تتخبز كده بتكون شكلها حلو قوي. طبعا هكمل بقى تشكيل كمية العجينة اللي موجودة معايا بنفس الشكل اللي شفتيني بشكل بيه. انت التشكيل سهل جدا وبسيط خالص، يعني من اول واحده وتاني واحده كده هتلاقي ايدك خدت على التشكيله دي، وفي ثواني كده هتخلصي كل الكميه اللي موجوده معاكي. زي ما شفتي بقى كده شكلت الكميه كلها، وحضرت بقى معايا كده لدهان الوش صفار بيضه، وانزلي عليه كده بحوالي معلقتين او 3 من اللبن. ولو مش موجود لبن انزلي بمعلقتين 3 من الميه، وعليهم كده ظرف من الفانيليا ونقطتين من الخل. وانسي ان انت تشمي اي ريحه زفاره للبيض نهائي. بالفرشة بقى كده بدهن الوش كده دهنة بسيطة خالص، وحدة البريوشة كلها، يعني بتدهني البريوشة كلها بحيث كده اللون بتاعها يطلع معاكي كده موحد وحلو قوي. معايا بقى كده وحدات من الزبيب.
ده للشكل بس كده عشان يكون شكلها حلو. لو مش موجود عندك عادي خالص، ولو موجود عندك وحدات كده من الكريزة الأحمر بيكون شكلها حلو جدا. بتغرزي كده واحدة الكريزة أو واحدة الزبيب في نص كده الشريكة أو البريوشة بالشكل ده كده. وبعد ما دهنت الكمية كلها، معايا كده شوية من السكر الخشن، سكر الحبيبات العادي خالص اللي موجود عندنا، سكر التومين، اي سكر موجود عندك. بتاخدي كده شوية حلوين وترشيهم كده على وش كده البريوش، بتخلي طعم اللقمة مسكر كده وحلو جدا. على ما بتشكلي بقى الكمية كلها بتلاقي معاكي ما شاء الله العجينة خمرت وبقت بالشكل والجمال اللي انت شايفاه قدامك ده. يعني ما بتحتاجش تاني ان هي تخمر. زي ما قلت لك احنا كنا في الصيف والعجينه معايا بتخمر في ثواني. يعني مجرد ما شكلت الكميه كلها، مجرد ما بتلاقي العجينه خمرت معاكي. ولو طبعا في الشتاء هتسيبيها شويه بعد التشكيل حوالي نص ساعه تخمر. طبعا طريقه التسويه هتدخليها على فرن ساخن مسبقا حوالي كده 10 دقايق على درجه حراره 180، وبتشغلي الفرن عندك من تحت. واول ما بتاخد كده اللون المطلوب الحلو ده الذهبي من تحت، بتفتحي لها كده اخر دقيقه او دقيقتين الشوايه بحيث تاخد كده لون حلو من على الوش بتاعها بالشكل ده كده. واول ما بتطلعيها وهي سخنه، معايا مكعب كده من الزبده وبتمشي على وش البريوش كله بمكعب الزبده. وغطيها بعد كده بالاستريتش او الكيس البلاستيك وحطي عليه فوطه. سيبيها بقى بالشكل ده كده حوالي 5 أو 10 دقايق، وبعد كده اتفرجي على الجمال والحلاوة، طعم وريحة وطراوة. شايفة بقى ما شاء الله اللقمة معايا طرية جدا، وشايفة كمان اللمعة بتاعتها. مكعب الزبدة بيخلي كده اللمعة بتاعت البريوش حلوة قوي. يا سلام بقى واحدتين بريوش من دول مع كوباية شاي وقت العصاري، حاجة كده في منتهى الجمال. تعالي نشوف مع بعض كده العجينة من جوه عاملة ازاي. العجينة مورقة وهشة وطرية جدا. شايفة من جوه العجينة قد ايه هشة؟ امشي على الطريقة والمقادير دي وهتاكلي احلى واجمل لقمة معجنات في الدنيا. بجد دي من اجمل واحلى المعجنات اللي ممكن تعمليها. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.